كيف أصف الوضع في مصر حاليا؟ وضع فيه إيجابيات وفيه سلبيات. الإيجابيات طبعا إن الشعب نزل وقال أيوة للدستور، رغم أن أنا كتبت أن الدستور أيضا فيه تناقضات وسلبيات، لكن الشعب نزل كويس. ماشيين في طريق إلى حد ما صحيح. بتوقع لو ان الشعب فضل صاحي كده ومنتبه لحقوقه ان الامور تبقى احسن واحسن. طبعا المشكله الان ان الشعب رغم ثورته وثوراته المتكرره دي غير الوجوه بس، لكن لم يغير ما يسموه الدوله العميقه بشبكه المصالح والعلاقات كلها موجودة. الهيمنة الأمريكية موجودة. كل يوم واحد أمريكي يقول مصر تمشي، بيدونا توجيهات. بس مين بيسمع لهم دلوقتي يا دكتورة؟ يعني ربما بعد ثورة 30 يونيو ما حدش ماشي، بس ما حدش بيسمع دلوقتي للإدارة الأمريكية. اللي المفروض ما يسمعوش، بس كمان الصحف المصرية مش مفروض إنها تروج لهذه التوجيهات الأمريكية اللي كل يوم يقولوا والله هنوقف المعاناة، لا مش عارفة ايه. ده النهاردة بس يقول لك أمريكا لسه ما قررتش رأيها فيما يخص الاستفتاء. لا ده قالت أكتر من كده. وهل هو بالظبط يا دكتورة؟ يعني قالت مش الصندوق الفيصل دلوقتي بالنسبة للإدارة الأمريكية، مش الصندوق الفيصل في موضوع الاستفتاء، وإن الديمقراطية لا تعني الصندوق. أيوه بالظبط، لأنه لم يأتي على هواها. هم على هواها. يعني فأنا عايزة أقول إيه، أمريكا تعمل اللي هي عايزاه، هي بتعمل لمصلحتها. العيب علينا إحنا كشعب، كبلد مصرية، بلاد عربية، إن إحنا صحفنا تروج للإهانات اللي بتحدث لنا من الأمريكان. المفروض ده ما يتكتبش. هم يقولوا لكن مش يجوا يكتبوا الكلام ده كل يوم. فالمفروض إن إحنا نتحرر من الأمريكان ومن إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا ومعنويا. ده مش بيحصل، مش بيحصل. ولازم الشعب خرج المصري يدافع عن كرامته، عاوز الاستقلال، عاوز يعيش، عايز كرامة. فلسه لغاية دلوقتي لازم يعني. بس على احنا يعني اعتقد ان الشعب المصري على الطريق. يعني احنا ماشيين، احنا ماشيين على الطريق، لكن ما نبقاش زي القطيع نقول حاضر حاضر نعم نعم ونسقف. لا ما بقاش الشعب المصري يا دكتور يقول حاضر حاضر. معلش، بس عايزه اقول ايه، في اتجاه احيانا. اصل موضوع يعني سياسه القطيع وفلسفه القطيع دي يعني مغروزه مش بس في بلدنا، في العالم كله. انا عشت في امريكا سنين، الشعب الامريكي قطيع ايضا بسبب الاعلام والتعليم والتوجيه له. والانتخابات في امريكا على فكره مش حره ولا حاجه، هي الاموال هي اللي بتتحكم فيها. فاحنا لازم نخرج من فلسفه القطيع، ان الشعب المصري يدافع عن كرامته بقوه ويستمر قوي حتى لو جت حكومه وطنيه. اذا الشعب ما فضلش قوي هيقهر. ايه اللي بيخلي الشعب ينال حقوقه؟ قوته، تنظيمه، مش الحكومه. يعني انا كل الناس يقول لك هتجيلنا حكومه كويسه جدا، السيسي ده عظيم، ده عبد الناصر. انا ضد ده، انا كنت بنقد عبد الناصر. أنت ربما لك تعليق على ما حدث مع عبد الناصر. النخبة هي التي أفسدته. بالضبط، النخبة يعني حتى ليس الشعب. النخبة ما هي والشعب أيضا. ما هو الشعب لما بيسكت بيفسد الحاكم. لما الشعب يسقف ويؤله الحاكم. حصل تأليه لعبد الناصر لدرجة أنا لما كنت أنقده أبقى غريبة، زي دلوقتي في عملية تأليه للسيسي كأنه إله، لدرجة إن لو أي واحد ينقده يبقى غريب ويبقى خائن. فده ما دي القطيع اللي أنا بقول لك عليها. لا،
السيسي إذا لم يرى أن الملايين نزلت ضد حكم الإخوان لم يكن له أن يتحرك. بالضبط. يعني الحقيقة الملايين اللي نزلت في 30 يونيو دي أعطت قوة للسيسي. فما ننساش ده.